شكرا جزيلا لك زميلي أيمن وللضيفين العزيزين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الافاضل اينما كنتم، مرحبا اهلا وسهلا الى معقل الريتس، معقل الانفيلد، ومجريات مباراه ليفربول مع تشيلسي في الدور الثالث لكاس رابطه الانديه المحترفه في انجلترا. مباراه ستتكرر بعد 3 أيام جدا. تشيلسي الذي حضر اليوم بتشكيله تضم كابايرو في الحراسه، وانطلق على الجهه اليمنى عن طريق موزيس، يتوغل والكره في الركن، يلعب على الجهه اليمنى في اتجاه موزيس خطيره، كره في الركنيه مرفوعه بالراس، سهله الكره بالنسبه لسيمون مينيولي الذي يحرس مرمى اليوم فريق ليفربول في مكان عن طريق اللاعب تسديده من كيتا، نبي كيتا اللاعب الغيني قادم من الدوري الالماني من لاعب الكرواتي ممتازه، يلعب علي باركلي وساديو ماني. شاكيري ضاعت مجددا وتسترجع عن طريق ايمرسون اللاعب البرازيلي القادم. كاسبيليكويتا وصلت الكره توزيع ارضيه والتغطيه من لوفرن عن مباريات تشيلسي، وانطلق من هنالك عن طريق اللاعب موزيس، خطأ يصفر حكم المباراة من ألبرتو مورينو أمام فيكتور موزيس عندما يكون متحرر. نيولي ويليان يسدد ولكن عالية بعيدة تماما، راحت ضربة مرمى. يقول حكم المباراة 8 دقائق لعب. مشاهدي الأفاضل لمن التحق بنا الآن، نحن معكم متى كيتا والكرة الممتازة لشاكيري، وبابا رائعة الملاومة مع مينر، صعبة الكرة دي. شاكيري وصلت كيتا وانطلق ساديو ماني، مقابل 0 ليفربول تشيلسي. هنا الكرة من نبي كيتا داخل منطقة العمليات، كاد يخطفها هذه الكرة في الكرة. باركلي استلم الكرة، باركلي والتسديدة مرت، محاولة التسديد من بعيد من روس باركلي. شوف هنا ساديو ماني، كيتا مازال السنغالي راح وفي خطأ. تبقى ويليون والكرة لباركلي، يلعب على الجهة اليمنى فيكتور موزيس، كرة خطيرة لصالح ليفربول، وكريستنسن رائع في التغطية من أمام شاكيري، يفضل الكرات في الرجل على طول وليس هكذا يجري خلفها. محمد صلاح، أيوة شوف التنظيم الرائع لعناصر تشيلسي في منطقتهم، ومورينو في وضع التسلل. طبعا تنظيم على الطريقة الإيطالية في وجود ماوريزيو ساري. وكانتي وكوفاتشيتش وباكلي وفابينيو وفابريغاس، واذا كان لازم 2 اخرين 2 يكون. باكلي وصلت موراتا، ماهوش بتسلل، كره خطيره موراتا، رائعه. الفارو موراتا كان رائع، وكذلك فاتي الكره. تشيلسي افضل بكثير. دخل البرازيلي، راح ايمرسون، وميلنر يخطئ وتلقى البطاقه الصفراء الاولى في المباراه. يقول حكم المباراه بعد هذا التدخل من امام، حاول ليبعد الخطر. هل كان متسللا الفارو موراتا؟ نعم في تقدير حكم المباراه. يرجع للخلف، التسديده مازال ستوريتش والدفاع. ليفربول تكفيهم هربه واحده، تكفيهم كره واحده، تكفيهم. باكلي من امام اللاعب كيتا، باكلي واصل، كرته لم تمر في اتجاه مينير، والكره البعيده من مينير لساديو ماني. متسلل ام لا؟ لم تسلل. ويليون في المراوغه، ويليون بابا رائع. وشاكيري كره سريعه لليفربول، كلاين والارضيه ماني لانه كان معزول، فاستفاد من تماس بعد عودة ألبرتو مورينو. من دقيقة لعب مشاهدي الأفاضل، ما زال التعادل 0 مقابل 0. الوسط وانطلاقة سريعة عن طريق كوفاتشيتش، والحكم يقول خطأ، بطاقة صفراء لجوال ماتيب. من تحت الجانب البدني يصنع الفارق بشكل كبير في لعبة كرة القدم. البنية والطاقة والريتم والسرعة زائد المهارة كلها تصنع الفارق. في وقت يبقى ساديو ماني ساقط على ارضيه الميدان بعد احتكاكه منذ حين باحد لاعبيه، وموزيس يتفوق، الحكم يقول ضربه مرمى. شفتوا القوه البدنيه واللياقه
كيف تصنع الفارق. انا متاكد بان البرتو مورينو راح ستوريج كره ممتازه وخطيره. كريستنسن من امام شاكيري ستوريج كيتا كره خطيره كيتا تلعب حتى في وسط الميدان. شوف هنا الاعاده. الغيم موزيس يوزع كره خطيره وماتيب ويليان على الجهه اليمنى كلاين مع ايمرسون كره صعبه كلاين وكريستنسن على الجهه اليسرى ساديو ماني وينو ساديو ماني ومن هنالك توزيعه رائعه وكابايرو يستلم هذه الكرة بعد 36 دقيقة لعب مشاهدي الأفاضل منذ انطلاقة الشوط الأول. تشيلسي فابريغوس وسهل الكرة هذه لسيمون مينيوري كيتا على جهة اليسرى جول كابايرو كاد يفعل الغيم الصغير ويسجل اول اهداف المباراه لصالح فريق ليفربول. استلم على الجهه اليسرى وسددها في الجهه اليسرى المراوغه شاكيري مرة أخرى الأرجنتيني ويلي كابايرو ينقذ تشيلسي. شاكيري حطها لساديو ماني سرعة فائقة تمريرة أولى جنوبنا كلاين لشاكيري وكريستنسن والكرة ركنية يقول حكم المباراة لصالح جدا شاكيري. العقب التغطية الدفاعية ما زالت عند مورينو وسهلة لكيو توزيعة فابريغاس لا يا فابينيو ما دخل طلبها كيتا شاكيري ما زال شاكيري ولكنها بعيدة. تردد شاكيري بين التمرير والتسديد ففضل يسدد. المباراة تعاد كرة خطيرة يا ستوريج. قلت مباراة الكأس كانت تعاد على أرضية ميدان الفريق الضيف. الآن ليس هناك حتى وقت إضافي نلعب مباشرة ضربات الترجيح والانطلاقة من جات بيليكويتا على الجهة اليمنى جيزار الجهة المقابلة سيمون مينيو اللي أنقذ كرة واحدة كانت صعبة. الحكم هنا مقابلة سيمون مينيو خطأ فادح جول يا ستوريجا يا ستوريجا ماذا ضيعت؟ ستدفع ثمن غالي ما دمت لم تسجل هذا الهدف. لو سجلتها كنت تكسر. زال ويليانو موراتا رائع الكرة هذه من ويليان في المراوغة ايمرسون ويليان بابا خطيرة ماتيب مجددا الكرة العرضية وين يا فابينيو وين يا فابينيو. تشيلسي جيمس مينر كرة بعيدة وسهلة لكابايرو. كرات مثل هذه بابا خطيرة مورينو ستوريج يا ماتيب ماذا تفعل؟ بابا خطيرة جول لا خطأ آخر في الدفاع كاد يفعلها ساديو ماني. الدقيقة لم تعمل ولا شيء سوى الفرص بالراس ومرة جانبية أو مرة فوق العارضة. حكم ماذا قال؟ دان لوفرن قال ركنية. انتعش فريق ليفربول. لما ينتعش فريق ليفربول تنتعش الجماهير وتصبح المباراة أحلى كل مرة. نعم ايدن هازارد يستنجد به الآن في هذه اللحظات. ايدن هازارد مع فريق تشيلسي هذا العام ينافس على اللقب. خطأ آخر ما فابينيو. كرة من هنالك لساديو ماني يبحث عن ستوريج. كرة بينية وصلت كيتا وما زال جول. هذا هو ليفربول. يتمكن دانيال ستوريج من تسجيل هدف بضربة مقصية. كرة في العمق من ساديو ماني في اتجاه كايتا كابايرو تألق وستوريج تألق في الزاوية في القائمة الثانية يسجل جول. شوف اللعبة كم كانت رائعة من هنالك. ساديو ماني لكايتا دخل كايتا سدد كابايرو صد وستوريج بوم جول. حطاله بيسرى هدف أول لفريق ليفربول الذي انتعش في بداية قوية في انتظار الدخول. كايتا الكرة في العمق خطيرة خطيرة خرجت أم لا؟ الحكم ماذا قال؟ ضربة مرمى. من احتجاجات الجماهير تفهم بأنها ضربة مرمى وليست ركنية لساديو ماني. ليفربول ساديو ماني يخرج الآن ويدخل فيرمينو
فابريغاس. اوه موراتا، اوه ايدن هازار، موراتا خطا او وضع تسلل يقول حكم المباراة لدفاع فريق ليفربول من قبل ان الخطا لا يستحق. كرة بالراس وجول جول جول. إيمرسون يعدل النتيجة لتشيلسي. وين داخل هذا المناصر؟ وين تعديل النتيجة في الدقيقة 79؟ 11 دقيقة قبل نهاية المباراة يتمكن البرازيلي. يعني تفرح وتنتظر وتغضب وتزعل وتنتظر. تارة يصل الامر الى غايه دقيقه او ما زال هازارد يراوغ، هازارد يدخل با جول. با فعلها البلجيكي ايدن هازارد باعجوبه، يفعل بليفربول العجب. استلمها، سلمها، رجع